السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. اللايف ده للناس الجداد في مجال العربيات الكهرباء، او الناس اللي داخلين على سوق العربيات الكهرباء او امتلاك العربيات الكهرباء بشكل عام. في مواقف كتيرة جدا حصلت في السنوات اللي فاتت، خليني انقلها لك في دقيقتين او ثلاثة بخصوص مشاكل حصلت في بعض العربيات الكهرباء، وكان سببها حاجات بسيطة جدا او تصرف من الناس اللي امتلكت عربيات كهرباء، ولكن بناء على التصرف ده الناس خسرت كتير جدا. يعني نقدر نعتبر ان اللايف ده كده خلاصة خبرات حوالي 7 سنين في العربيات الكهرباء، في مشاكل موضوع محدد هنقلها لك في دقيقة واحدة ان شاء الله. بعض الناس اللي بتقتني عربيات كهرباء بتفتكر ان العربية الكهرباء اي شاحن او اي كابل او اي تركيبة كله زي بعضه وكله بينقل كهرباء ومفيش مشكلة في الموضوع. ممكن نقيس على كده لو حضرتك فكرت لمدة دقيقتين بس او لدقيقة حتى، ان مش اي شاحن بيشغل موبايل حضرتك بشكل منتظم او كويس، وده بيختلف حسب نوع الشاحن. واحنا بنتكلم عن جهاز زي الموبايل ممكن يكون اغلى جهاز فيه حوالي 70 او 80 او حتى 100 الف جنيه، فما بالك بعربية كهرباء بتبدأ النهاردة تقريبا من حوالي 800 ألف جنيه وحتى 4 و5 مليون جنيه. الحقيقة أنا بتعجب من تصرفات الناس المحترمة الجميلة اللي بتركب عربية يمكن بالأرقام دي، وبتلاقيه بيستخسر في إن هو يجيب كابل محترم أو يجيب شاحن محترم لعربيته. وفي بعض الناس برضو اللي بتستخسر يمكن في حتى تركيبة الشاحن أو الإرث، اللي هو ممكن يتسبب في كارثة ممكن تكلفك عشرات وساعات مئات الآلاف من الجنيهات. الشواحن بقت ماركاتها كتيرة جدا وحاجات بتتصنع تحت بير السلم هي والكابلات، وللأسف مش كل الحاجات دي بتبقى سيرتيفايد، وفي مشاكل منها بتظهر كتيرة جدا علشان حضرتك يمكن وفرت في 1000 أو 2000 أو 3000 جبت كابل من نوع سيء، وللأسف انعكس ده على عربيتك. ليه لما بنيجي نشطب البيت عندنا بنختار كابلات من نوع معين وبنقول ده انا مش هركب في بيتي مثلا غير كابل السويدي علشان هو كابل معتمد او كابل محترم او كابل نضيف، ونسبة النحاس فيه عالية وبالتالي مش هيتسبب في ارتفاع او انخفاض في التيار ومش هيعمل مشاكل مع تلفزيون او تكييف ممكن يكون اغلى حاجة فيهم 20-30 الف جنيه. ولكن حضرتك لما تيجي تجيب حاجة لعربيتك تقول لا ده انا هوفر الالف او الالفين دول، مع ان انت في بيتك اخترت اعلى وافضل واحسن خامة علشان خاطر اجهزة ممكن كلها ما تسواش ربع ثمن العربية. يوم حضرتك العميل يستخسر ويقول لا ده فلان عنده كابل انا مش عارف اسمه ايه بس هو قال لي ان الكابل ده كويس وبيشحن، وما نفوقش الا لما الفاس تقع في الراس ويحصل مشاكل كتيرة وكبيرة وممكن تكلفك ارقام مهولة ومرعبة. ارجوك اختار الشاحن او الكابل او المكان اللي انت بتختار منه او بتشتري منه يكون مكان محترم بيقدم ضمان محترم ومقدم لحضرتك حتى اسم محترم او ماركة محترمة للكابل او الشاحن. واوعى تفرط في ان فني متخصص او محترم وفاهم كويس قوي قوي يجي يركب لحضرتك الارث في البيت، واوعى حد يقنعك ان الارث ده حتة سيخ بتحطه في الارض 20 سنتي ولا 30 سنتي. ده احنا ممكن نعمل كده في حالات شحن اللي هي 8 امبير او 10 امبير بكتير قوي، في حالات محددة وحالات يعني لما يكون الموضوع مستحيل. لكن اوعى تشحن عربيتك 32 امبير وتقول ان الشاحن فيه الخاصية ان هو يفصل الارث ويشتغل. ده موجود بالفعل ولكن ده ممكن يعني يكلف حضرتك كتير جدا وتندم وقت لا ينفع الندم. ارجوك اختار المكان، اختار الماركة، اختار الفني المتخصص قبل ما الوقت يفوت ويحصل لا قدر الله كارثة
ساعتها فعلا هتقول يا ريت اللي جرى مكاني. بنقل لحضرتك خبرة وحصلت مع ناس كتير جدا، ومواقف حصلت مع ناس كتير جدا للأسف الشديد فعلا، ولكن يعني الناس ما سمعتش الكلام من الأول. هنرد على حضرتك يا فندم، كابلات موجودة والشواحن موجودة وكله موجود. الفريق بتاع الصفحة هيتواصل مع حضرتك حالا إن شاء الله. خالص تحياتي، وربنا يحفظكم جميعا من كل شر وسوء، وما يحصلش أي مشكلة مع حضراتكم جميعا، واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.